السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم متخصص في علم الآثار المصرية أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم على قناة هيستوريا ولقاء جديد. النهاردة هنتكلم في موضوع جميل جدا، وهو موضوع زي ما بنتكلم كده وزي ما بندور كل مرة بندور على المواضيع أو الأماكن المقفولة اللي محدش بيعرف يوصل لها أو يعمل دراسة عنها. النهاردة هنتكلم عن مبنى أثري مغلق موجود في محمية عسكرية أو في مكان عسكري، ممنوع الدخول والخروج منه، ممنوع الزيارة السياحية، ممنوع عنه الزيارة برضو الدراسية، أو أي حد حتى بيخش المكان عشان يدرس ده اتمنع. المكان ده مكان في زاوية العريان. المكان ده تم اكتشافه سنة 1842 ل 1846. في كان عالم نازل مصر اسمه عالم كاليسبر. العالم ده كان في زاوية العريان، وهو بيعمل أبحاث استكشافية في المكان ده. تم عثر على ممر عميق جدا، عمقه يصل مئات المترات في باطن الأرض. ولما نزل الممر ده لقاه زي ما يكون عبارة عن مبنى تحتي أو مبنى قاعدي لهرم، يعني مبنى زي نظام قاعدة هرمية. بعد ما العالم اكتشف المكان ده ما كملش فيه ابحاث، وجي بعده عالم اسمه اليساندرو باليسانتري. باليسانتري ده كان عالم ايطالي، جه مصر سنة 1904، اكمل الاعمال الحفريات في المكان ده، وقام بعمل رسم للمدخل ده والقاعدة الهرمية دي، رسم تفصيلي بالاجزاء المعمارية والنقوش اللي كانت موجودة في المكان ده. طيب انت لما حد يتكلم معايا يقول لي طيب ما فيش اصلا نقوش بتكون موجوده على الاهرامات؟ لا، كانت بتكون في موجوده نقوش ده، ولكن النقوش دي كانت عباره عن حاجه يعني عباره عن عبارات يوميه او كتابات او ملحوظات من رؤساء العمال اللي كانوا شغالين في منطقه بناء الاهرامات، وبرضه كذلك في منطقه بناء المعابد. تمام كده. طيب الرسومات او النقوش اللي كانت موجوده دي كانت موجوده او منقوشه، كانت مكتوبه بالخطين على حسب ذكره هو، الخط الاحمر والخط الاسود، خط باللون الاحمر وباللون الاسود. الاحمر طبعا ده لرؤساء العمال، والخط الاسود كان كلام العمال عن حياتهم اليوميه او عن شغلهم اليومي في منطقه الهرم ده. الهرم ده تم وصفه بالهرم ال13. الهرم ده احتمال كبير جدا يكون هرم باقة، طبقا للنصوص اللي تم العثور عليها في منطقة الهرم ده. طيب الكشف ده انه مستمر لحد بداية الحرب العالمية الأولى. انتهى الكشف لما ابتدت الحرب العالمية الأولى لحد سنة 1917. ده لان توقف البحث خالص ده بسبب وفاة اليساندرو بريسانتلي. يبقى بريسانتلي اول ما توقفت عملية الكشف في هذه المنطقة، وبرضه بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولى فتم ايقاف اي اعمال بحثية او استكشافات اثرية في المنطقة. سنة 1964 تم جعل المنطقة دي منطقة عسكرية، وتم الحظر الدخول أو الخروج منها، أو حتى على سبيل السياحة أو على سبيل نظام الدراسة. يبقى المكان ده تم غلقه نهائي، مش عارفين نشتغل عليه بنظام دراسة أو حتى نستفيد منه كمكان سياحي لزيارة السياح. طيب الهرم ده أو المكان اللي تم اكتشافه في المنطقة ديت كانت عبارة عن دهاليز او ممرين متداخلين في بعض، عاملين زي حرف التي، دهليز طولي ودهليز متقاطع عامل حرف تي. طيب الدهاليز ديت مبنيه من ايه، والقاعده بتاعتها مبنيه من ايه؟ مبنيه من حجر الجرانيت، واحنا عارفين طبعا حجر الجرانيت حجر صلد جدا بالنسبه لتقطيعه، بالنسبه لنقله. طيب بالنسبه للنقل علشان نعرف الكتل اللي موجوده في المكان ده قد ايه. الكتل يعني الكتل الحجرية اللي موجودة في المنطقة ده ما بين ال5 طن ل9 طن، ما بين ال5 طن ل9 طن. القطعة الحجرية الواحدة من الجرانيت من 5 ل9 طن، ده المتوسط.
طيب لكن الهرم نفسه من الحجر الجيري، الهرم مبني من الحجر الجيري، لكن بناء الممرات او الممرات والتغليف بتاع الممرات والارضيه من الجرانيت، من حجر الجرانيت. طيب بريسانتي جمع كتابات على الحوائط، والكتابات ديت كانت خاصه بالعمال زي ما اتكلمت. لكن الكتابات ديت فيها بعض الخراطيش اللي بتديني اسماء لملوك، ممكن يكون من اسماء الملوك دول هم اصحاب الهرم. طبقا للنصوص اللي كانت موجوده وطبقا لنظام حفريات الهرم، اتقسم العلماء لرايين. في علماء قالوا انها بترجع لعصر الاسره الرابعه، لان شافوا خرطوشه مكتوب عليها اسم الملك جدف رع اللي هو ابن الملك خوفو. وفي ملوك قالوا من خلال طريقه الدفن، وان المقبره الملكيه نازله تحت الارض، لان في هناك دلوقتي حرف التي ده موصلني ل تابوت، والتابوت حتى مش مستطيل، تابوت بيضاوي في بعض البقايا الادميه. لكن طبعا زي ما احنا قلنا البحث توقف ومش عارفين البقايا الادميه ده وصلتنا مثلا لمين او اي نسب، فاحنا مش عارفين وصلت نسب مين بالظبط. فنرجع لموضوعنا. التابوت ده طبعا نازل تحت مستوى سطح الارض، ومن خلال نزول التابوت تحت مستوى سطح الارض فده بيرجع لبدايه الاسرات خالص، مش بدايه الاسره، مش خلال الاسره الرابعه. خريطه الاسره الرابعه كان في حجره دفن في متوسط في وسط الهرم بتاع فوق سطح الارض، لكن المقبره الملكيه او التابوت الملكي لما يكون تحت مستوى سطح الارض بيكون في حدود الاسره الاولى والثانيه. طيب عثر على صرخ، الصرخ ده مكتوب فيه اسم ملك في قاع، لكن باقي اسم الملك احنا مشطوب او احنا مش عارفين نلاقيه بسبب التآكل بتاع الصرخ. ويعتقد ان الهرم ده خاص بالملك نيباكا، ودي بعض الاراء، لكن احنا مش عارفين هل الهرم ده فعلا بيرجع للملك نيباكا ولا لا. طيب بالنسبه لنقطه المكان المغلق ده، احنا شايفينه منتشر جدا في اماكن اثريه كتيره، ما بنستفادش منها احنا كباحثين، او السياح اللي بتيجي ما بتستفادش منها. ليه المكان ده اتعمل منطقه عسكريه؟ ليه احنا مش عارفين نعمل ليه بقايا استكشافات اثريه؟ ليه مفيش استكشافات اثريه حصلت حوالين المكان ده من طول الفتره دي كلها؟ وليه الوزاره ساكته؟ حتى وان كان المنطقه عسكريه، المنطقه العسكريه ممكن يتم فيها برضو عمليات حفريات مع الحفاظ على سريه المكان، او هل تم عمليات حفريات في المكان ده واحنا مش عارفين عنها لحد دلوقتي؟ زي ما بيحصل ان يكون في عمليات حفريات كتيره جدا ما بيتمش الاعلان عنها في وقتها المناسب. كل ده احنا كلام مش عارفينه، لكن احنا بنحاول نوضح المعلومه، ونحاول نوضح الاماكن الاثريه اللي احنا ممكن نعمل فيها حفريات ونطلع فيها حاجات كتير جدا، غير منطقه سقاره المشهوره اللي احنا عمالين نطلع فيها بقالها 6 سنين. نتمنى نهتم باماكن تانية كتير عشان يحصل اكتشافات كتيره ونوسع في الرقعه الاثريه الموجوده في مصر. يا ريت تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت تدوس اللايك وتشترك في القناه عشان تشوفوا منا كل جديد، ويعني تدونا قوة وأمل إن احنا ننشر على القناة معلومات أكتر. كان معكم أحمد عبد الحميد، باحث في علم المصريات على قناة هيستوريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.